وطبعا ما فيش حد يختلف على فواكه الصيف وجمالها ولذاذتها، وكلنا طبعا بنحب ناكل فواكه عشان نرطب كده شوية في الحر، وكمان تدينا سكريات طبيعية وطاقة. وكلنا برضو بيكون عندنا في البيت فاكهتين كده ولا حاجة يكونوا فايضين في التلاجة، البيت كله حالف ما ياكلهمش، نرميهم ابدا، نعمل بيهم اجمل حلويات او نعمل بيهم كيك لذيذ زي اللي هنعمله دوت. وطبعا انتوا شفتوا كيك الموز اللي انا عملته، كان رهيب بجد. هسيبلك الفيديو بتاعه ان شاء الله اخر الفيديو دوت. تعالوا بقى نركز مع الجمال دوت ونشوف عملناه ازاي. بس زي ما احنا متعودين، ما تنسيش اللايك للفيديو والكومنت الجميل منك والشير لأكبر قدر ممكن. ولو انت جديدة معايا ما تنسيش سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد ومميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء زين، وان شاء الله النهاردة هنعمل الكيك الجميل دوت. عندك تفاحتين كده وقضبانين عليهم او اتركنوا في التلاجة ونسيتيهم، طلعيهم وقشريهم وهتعملي بيهم اجمل كيك. ان شاء الله هعملك النهاردة كيك التفاح بطريقة مميزة جدا، روعة بجد، طعمه جميل جدا. بنخلي التفاح كده ياخد طعم مميز مع المكونات اللي احنا بنضيفها. وكمان هقولك ليه بنقشرهم في الوصفة دي بالذات واحنا شغالين. طبعا غسلت التفاحتين وقشرتهم زي ما انت شايفة كده، وهبدأ اقطعهم انصاص وبعد كده 4/4، وهقطع كل ربع مكعبات زي ما انت شايفة كده. انا بحب اقطعها مكعبات صغيرة. لو انت حابة تقطعيها مكعبات اكبر مفيش اي مشكلة، بس انا بحب اقطعها في الوصفة دي بالذات صغيرة كده علشان تنتشر في الكيك كله وتبقى موجودة في كل قطعة من الكيك. جبت الطاسة بتاعتي او الوok بتاعي وحطيت فيه بالظبط 75 جرام زبدة. وما تخافيش التفاح ولا هيسود ولا هيحصل له اي حاجة، علشان انا ما بحبش احط ليمون على الفواكه بصراحة. ولو انت بتحبي تحطي برضو ما تخافيش ان هو يسود، مش هيسود خالص منك ان شاء الله. فسيحت الزبدة حاجة بسيطة كده، 75 جرام دول يعني حوالي تلت كوباية لو زبدة سايحة. سيحتها حاجة بسيطة كده ونزلت عليهم ب100 جرام سكر، يعني حوالي نص كوباية الا معلقتين كبار مثلا كده. ويا ريت توزني بالميزان يكون افضل بكتير. وهبدأ اقلب تقليبة بسيطة كده لغاية بس السكر يتجانس حاجة بسيطة مع الزبدة، ده كله على نار متوسطة. بس كده خلاص، انا مش هدوب السكر جامد ولا هكرمله ولا هعمل فيه اي حاجة خالص. وعلى طول هجيب التفاح اللي محتفظ بلونه زي ما هو علشان ما تركنش كتير، وهنزل بيه على السكر والزبدة وتقليبة جميلة كده لغاية ما نتأكد ان التفاح كله بدأ يتغطى بالزبدة والسكر. وهنسيبه بقى على نار هادية كده لمدة 10 دقايق علشان التفاح يستوي معانا كويس ويتسبك كده ويعمل لنا صوص رهيب. وهقولك دلوقتي ليه بقى انا بحط التفاح من غير قشر. انا اول ما التفاح هيستوي معاكي القشر هيمشي ويسيب التفاح، فطبعا دوت انا ما بحبوش، هيبقى القشر لوحده والتفاح لوحده. فعلشان نتجنب الوضع دوت نقشر التفاح من الاول. هتأكدي ازاي بعد 10 دقايق ان التفاح استوى؟ هتتكي عليه كده بالسباتيولا او بالمعلقة هتلاقيها اتقسمت معاكي بكل سهولة كده. خلاص التفاح استوى، ونركنه على جنب ونبدأ بقى نعمل الكيك. القالب ده كبير على الكيك اللي انا هعمله، بس علشان انا طلبت من بنتي تجيب لي قالب معين جابت لي قالب اكبر. وانا بصراحة ما رجعتش وراها وكنت شغالة وبصور، ويعني ما خدتش بالي في الاخر خالص. ف والحمد لله الكيك طلع جميل وزي الفل. بس انا بقولك ان المقادير اللي احنا هنعملها هتبقى في قالب من 20 ل 22، القالب ده 24 مدي ل 26. فعلشان تخلي بالك ان هي هتطلع، لو انت عملتيها في قالب كل ما تعمليها في قالب كبير هتطلع يعني واطيه شويه. وانا طبعا زي ما انتوا عارفين في كل الكيكات بتاعتي ما بحبش الكيك العالي، بطنتها بورق الزبده وبرضو مسحتها مسح الزبده بالفرشه كده وركنتها على جنب. ونيجي بقى هنا لمكونات الكيك. جبت معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة طبعا زي ما احنا عارفين، وعلى طول هنزل عليهم بالفانيليا. انا بحط فانيليا سايلة لكل بيضة نص معلقة، فانتي شوفي زي ما انتي عايزة او زي ما انتي بتقدري زفارة البيض عندك. انا بصراحة انا ما بحبش ريحة البيض خالص في اي حاجة، فبزود الفانيليا سن.
لو انت طبعا بتحطي فانيليا باودر فبتبقى اقوى شوية، فهتحطي حوالي تقريبا معلقة الا ربع صغير. وعلى طول نزلت عليهم بنص كوباية سكر اللي هي 125 جرام، وضربتهم بالمضرب ضرب مبرح كده زي ما انت شايفة حوالي مثلا دقيقتين. وعلى طول هنزل عليهم بتمن كوباية زيت، حاجة بسيطة كده يعني معلقتين كبار مثلا 25 ملي زيت. ليه انا مش هزود المادة الدهنية هنا؟ عشان حاطة زبدة مع التفاح، علشان ما نزودش كتير في المادة الدهنية. وكمان السكر برضو يعني حاطة نص كوباية، وهناك كمان 100 جرام، فحلوة اوي. جيب بقى الدقيق وباقي المكونات. هنا معايا كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات منخولين طبعا، وعليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة الملح بتاعتنا اللي مفيش اي حلو يخلى منها. وقلبتهم كويس جدا جدا، وهنزل بجزء من الدقيق وهقلب تقليبة كده بالمضرب. وعلى طول طبعا نجيب معانا اللبن، اوعي تنسيه. اللبن معايا هنا تقريبا 175 ملي، يعني 3/4 كوباية كده. وطبعا انتوا عارفين الكوباية المعيارية بتاعتي 250 ملي اللي بعاير بيها كل الوصفات اللي عندي. والدقيق كان معايا 300 جرام بالكوباية المعيارية برضه. والخلاط معايا والمضرب سوري معايا على اقل درجة. وبنزل بالتبادل الدقيق مع اللبن، الدقيق مع اللبن لغاية ما اخلص الكمية اللي معايا. ولفة كده بسيطة. وطبعا لو الدقيق اتنطور حوالين الجوانب بتاع البولة بتاعتك لميها بالراحة. معايا الخليط متوسط القوام، لا سايل قوي ولا ماسك نفسه قوي. وما تنسيش ان احنا لسه معانا سوائل تاني في الزبدة والتفاح. فقلبت الخليط كويس وسمكه زي ما انت شايفاه كده، وعلى طول التفاح كان هادي هو والزبدة. وهنزل على الخليط. وطبعا ما تنسيش في المرحلة دي تكوني مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. واوعي تزودي الحرارة عن 5-7 دقايق، اوعي تزودي تشغيل الفرن عن 5-7 دقايق. ليه انا بقول عن 5-7 دقايق؟ علشان الفرن ما يسخنش معاكي جامد ويدخل الكيك يتسلق ويطلع معاكي ني او هابط او في اي مشكلة. وعلى طول قلبت معايا الخليط زي ما انت شايفة كده. وهجيب طبعا القالب اللي انا مجهزاه. القالب زي ما انتوا شايفين كده القفل بتاعه بايظ، فانا مش عارفه بصراحه ليه حل. لو حد يعرف ليه حل يعرفني في الكومنتات. ونزلت على طول بالخليط. ولو انت معاكي قالب طبعا الومنيوم هتدهنيه كله، حابه تحطي ورق زبده تحت، حابه ما مش حابه ما فيش اي مشكله خالص. انا حاطه هنا ورق زبده علشان القالب طبعا دوت مفتوح، فهو ممكن يسرب السوائل من تحت. وطبعا زي ما ذكرت لكم قبل كده كذا مره، اي قالب غامق لازم نحط تحتيه صينيه مفتوحه الومنيوم، اي صينيه فاتحه، علشان ما ياخدش سوا بسرعه زياده عن اللزوم. وعلى طول دخلت وحطيت رشيت عليه رشه لوز كده. لو انت عندك اي مكسرات مفيش مشكله، مش عندك مفيش اي مشكله خالص. على طول دخلته الفرن وقعد معايا تقريبا من 30 ل 35 دقيقه، علشان دوت قالب واسع. لو انت حطاه في القالب المظبوط بتاعه اللي هو 20 او 22 هيقعد معاكي وقت اطول من 45 ل 50 دقيقة، وان شاء الله هيكون استوى. وطبعا اختبار السوا زي ما احنا متعودين، سكينة بنحطها في نص الكيك بالظبط، مش من الاحرف، عشان الاحرف اول حاجة بتستوي معانا. ونتأكد ان هي طالعة من غير اي سوائل. وبعد ما نتأكد ان هي طالعة من غير اي سوائل بنقفل الفرن حوالي كام دقيقة كده ونطفي على طول. شايفة الكيك طالع هش وجميل وتحفة، والاهم من ده كله طعمه المميز اللي بجد طعمه يعني كده بيستنى في بقك كده كتير عقبال ما يروح من بقك. انا بحب احرف الكيك طبعا زي ما انتوا عارفين وبموت فيه. انا اخدت الاحرف دي والولاد خدوا الباقي. الكيك والله ما بات لتاني يوم، اتاكل في نفس اليوم وبألف هنا وشفا.